تعرف ان في اكلات لو كلتها بشكل صح الدايت بتاعك هيختلف 360 درجه؟ يعني ايه يا دكتور اكلها بشكل صح؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده، تابع معايا. اول حاجه البطاطس، بدل ما تقليها في الزيت وتعمل لك كرش حوالين بطنك، حاول تاكلها مشويه او مهروسه في الاير فراير او الفرن وتحط عليها رشه زعتر، بيبقى طعمها كويس جدا وبتبقى مفيده جدا للدايت. تاني حاجه الفراخ، بدل ما تاكلها مقليه في الزيت وبرده تعمل لك كرش حوالين بطنك، حاول تاكلها مشويه ومعاها صوص انت بتحبه، وهيبقى طعمها كويس جدا ومناسبه جدا للدايت بتاعنا. تالت حاجه السمك، وطبعا بدل ما تاكله مقلي وانت عارف ايه اللي هيحصل لك، احنا لسه قايلين حاول تاكله برده مشوي، هيبقى مفيد جدا وفيه اوميجا 3 اللي هو مهم جدا لجسمنا، فكل سمك على الاقل مرتين او 3 في الاسبوع، انت مستني ايه؟ رابع حاجه الخضار، بدل ما تقليه او تاكله متسبك مثلا، حاول تاكله خضار سوتيه او مطبوخ على البخار، هيبقى كويس جدا للدايت وممكن تاكل منه زي ما انت حابب. فانت لو جيت فكرت وراجعت اكلك كله هتلاقي هو فعلا اكل صحي، لكن انت بتعمله بطريقه غير صحيه. فاعمل الاكل بطريقه صح وكمل في الدايت واوصل لهدفك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.